أراد عمر بن عبد العزيز أن يضرب غلاما له على خطأ أخطأه، فقال له الغلام: يا عمر اتق الله. فقال له الغلام: يا عمر اتق الله واذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. اتق الله يا عمر واذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. قال: فبكى عمر ولم يتوقف بكاؤه إلا عندما سمع المنادي يناديه في ساعات احتضاره وهو يقرأ عليه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسألك مرة أخرى وأكرر عليك السؤال: أما تبكيك الذنوب؟ أما يبكيك تجرؤك على علام الغيوب؟ اسمعوا يا أصحاب الذنوب وكلنا ذاك. عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ابكي قبل أن تشهد عليك الجوارح والأركان. ابكي قبل أن توقف في ذلك الموقف العظيم. ثم يقررك الملك العلام، يقررك بذنوبك فيقول لك: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وأنت لا تجد مفرا من السؤال. ابكي قبل أن يسألك ربك: ألم تكن تظن أني أراك وأنت تعصاني؟ أما استحييت مني وأنت تختبئ عن أعين الناس وتنساني؟ ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي فإن الطفل إذا بكى رحمته أمه، وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا. وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم فبكى حوشب، وكان في العباد عارفا وعن الدنيا عازفا، فضرب مالك بيده على منكبه أي على منكب حوشب وقال: ابكي يا أبا بشر، ابكي يا أبا بشر. وكانت هذه كنيته: ابكي فقد بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار.